في إطار برنامجها السنوي تنظم مؤسسة سوناتراك مخيمات صيفية لأطفال عمال المؤسسة. مخيم وادي الزيتون بأوقاص ولاية بجاية واحد من هؤلاء، يجمع أزيد من 250 طفلا لكل فترة نصف شهرية مقسمة على 3 مراحل. جاءوا من ولايات مختلفة على غرار حاسم سعود، عين ميناس، سكيكدا، ورقلة، بجاية الجزائر العاصمة، البويرة، مستغانم، وهران وغليزان. على كل حال حنا رانا هنا مقيمين لمدة 3 فترات. مشينا بالفترة الأولى والفترة الثانية وهذه الفترة الثالثة التي تمتد من 13 أوت إلى غاية 27 أوت، وين عندنا برنامج مسطر لهذه الفترة الممتدة. وبرمجنا برنامج ثري متنوع، فيه برنامج ترفيهي رياضي وثقافي. إذا احنا منذ بداية الفترة رانا نسطر في هذا البرنامج كما يرام، وفيه كذلك خرجات ميدانية. مخيم يتسم بالهدوء والراحة، فريق يؤطر المخيم حفاظا على راحة الأطفال، قيلولة تجعل الطفل يسبح في أحلام المدينة الساحرة بجاية، لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط. على كل حال نشكر كذلك مديرية الخدمات الاجتماعية المركزية للجزائر العاصمة، وتحت قيادة ناحية بجاية اللي أعطت لنا كل الفرص كل الوسائل باش ننجح هذا المخيم الصيفي هذا. وين نشكر كذلك مدير الجهوي لناحية بجاية السيد رميني بشير، ونشكر الشكر الجزيل، وهذا من خلال أفواه الأطفال اللي راهم مرتاحين، وين لباونا كل الرغبات، عطاونا كل الوسائل سواء كانت ترفيهية أو رياضية، وين تمتعوا الذراري. الخيمة البيئية هي ورشة بيئية تهتم بصقل مواهب الأطفال في مخيم وادي الزيتونة، الأسكلة للمواد البحرية واسترجاع للمواد الكرتونية والورقية، صانعة بذلك أشكالا ديكورية متميزة. أشغال يدوية تكسب الطفل مهارات إبداعية غير محدودة. بكم خاصة في ورشة أشغال يدوية للأطفال، فيها منها للبيئة تاع البيئة، منها أشغال بالكوكياج والفركي. الدراري يحبوا بزاف هاد الأشغال اليدوية، خاصة يعني الكبار والصغار يحبوا هاد الأشغال اليدوية. واش نقول لك، كاين بزاف حوايج ما نقدرش يعني قد ما نقولهم ما يكفيش، يعني بزاف حوايج يحبوا لي كوكياج، سورتو كي تخدم لهم حاجه هكذا يحبوا يخدموها بيديهم، يحبوا يمسوها هذه حطبه ونستعملوا لي كوكياج شغل لي ديسان. سمع الطفل يتخيل واش يحب يرسم يديروه هنايا في هذه اللوحه هذه.
أنا جزيري زينة من ولاية مستغانم. أنا في مخيم صيفي بولاية بجاية وادي زيتونة. أهدي تحياتي إلى عائلتي وإلى المنشطين والمنشطات وإلى المدير. أنا محمد موساوي نور اليقين من ولاية برج بعراريج. أنا في مخيم سونطراك وادي زيتونة بولاية بجاية. أؤدي تحياتي لأمي وأبي وإخوتي وعائلتي وأهالي ناس برج بعراريج. الكرة الطائرة وكرة القدم والألعاب اليدوية الأخرى كلها برامج مسطرة في أجندة الترفيه عن الطفل بدورات رياضية لصقل مواهبه واكتشاف قدراته الإبداعية في الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم عندنا في مخيم سونطراك وادي الزيتونة 2016. والله هنايا عندنا يعني برامج كثيرة للأطفال. يعني هنا يتلاقوا الأطفال يتجمعوا تقريبا من كل الولايات. عندنا من الشرق من الغرب من الصحراء من الجنوب من الشمال من السونطر، يعني بارتو يتلاقوا هنا الأطفال. يعني كاين حوايج بزاف الأطفال ما لقاوهمش في ديارهم. يعني كمربين عندنا دور هام، يعني باش تعلم الطفل تعلمه في حياته اليوميه، تعلمه يعتمد على نفسه. عندنا برنامج يومي وعندنا برنامج دوره ككل. يعني نختصروا برنامج دوره ككل فيه احنا هذه الدوره ركزنا على الالعاب العربيه. درنا العاب عربيه الطفل استمتع فيها، رياضات فيها، العاب شغل كيما نقولوا العاب اولمبيه. داروا سباقات، داروا رمي جله، داروا فوتبال، حق كانوا كامل زاهيين. والطفل يعتبر امانه، وحنايا رانا هنايا ان شاء الله هاد الامانه اللي هو الطفل نرجعوها سالمه، تكون عوده ميمونه لهاد الاطفال. والمنشط ضمير، ما معنى ضمير؟ معناتها يعمل بكل روح وحيويه، يكون مخلص امام نفسه اولا وامام الله واتجاه الاطفال اللي الاولياء ديالهم والاباء داروا فينا الثقه الكامله تامه. يعيش الأطفال في مخيم وادي الزيتون لمؤسسة سونطراك ببجاية في ظروف جيدة، أمن واستقرار على مدار 24 ساعة. فريق يعمل على سلامة الطفل من كافة النواحي. فترتين، وهذه الفترة الثالثة رانا هنا ساهرين على على أمن وسلامة الأطفال. فوالا ونتمنى وما ننساش هذه الناحية، هذه الناحية سياحية، ناحية سياحية وناحية يعني أمنية، من ظروف الأمن حالة أمنية. وإحنا مادام رانا مكلفين بالأمن هنا ما صبنا حتى صعوبات ولا صبنا حتى مشاكل، الحمد لله. والأطفال هنا ساهرين على أمن وسلامة الأطفال. كاين بعض الأولياء سمحهم الله يقولوا لك الطفل كينوض في المخيم 7:30 أنا نبعث ولدي. لا، حنا نقولوا لهم هذيك 7 نهوض المنشط و7:30 نهوض الطفل، يمشي لك على هذا الريتم كي يروح باش يدخل في سبتمبر العوده للمدرسه ان شاء الله يكون تعلم القواعد تاع النهوض، قواعد تاع القيلوله اللي هي لاسياس، باش يقدر في الليل يدير مراجعه خفيفه لدروسه. صدقوني يا الاولياء ولا يا جميع الصحفيين باللي كما قلت لك نركز باللي المخيم او التخييم هو يتركز على 3 مبادئ أساسية: الطاعة والنظام والاحترام، وهذا كله يعني التربية. يعني تركيز الطفل تلقاه مركز معاك، تلقاه فهم، ومن بعد هذاك النشاط يبقى غير يحكي لك عليه. قال مثلا عندي صديق دار هذاك النشاط، دار هذيك المسرحية ولا دار هذيك الأغنية ولا علمهم حاجة، تلقاه وين يتلاقاه برا ولا في جهة وين ياكلوا ولا يسقسي غير هذاك النشاط. يعني يحب غير يفهم عليه، يزيد يسقسيك، يقول لك مثلا البارح كان عندنا الالعاب الخفه، يعني كامل يسقسيو كيفاش دار هذيك، كيفاش دارها، كيفاش خباها. جايه من ورقله. انا في المخيم الصيفي راني فرحانه بزاف. في وادي الزيتونه بجايه راهم يعلمونا العاب بزاف حوايج، راني فرحانه بزاف. نقول
نحيي المدير الشيخ. ترفيه وتسلية ومرح هو عنوان مخيم وادي الزيتون لمؤسسة سوناطراك ببجاية، تعطير من طرف أخصائيين نفسانيين واجتماعيين يعملون على جعل الطفل الحلقة الرئيسة في التنشيط والمرح بأسلوب فكاهي، وين الأولاد غاديين يتمتعوا بأنشطة مختلفة حتى تبقى لهم رسخة في ذهنهم لهذا الموسم الصيفي 2016. أنا اسمي أسماء وجاية من ورقلة شوفي وتحياتي لواد الزيتون بجاية. هاد الالعاب كامل العاب خفاء وسريه، كاين ونقول للدراري نعلم لهم لعبه ولا زوج باش ما يدوهاش ستادير سحور ولا خرافه ولا منا، هادو كامل مام هما نقول لهم تقدروا تتعلموا هاد الالعاب وانا نعلم لهم لعبه ولا زوج. كي نوض واحد يشارك معايا يحس روحو اموند في موند واحد اخر، سورتو من بعد يبوزيو لي دي كاستيون يقول لي كيفاش درت عمو كيفاش خرجت الحمامه، نقول لهم هادو كامل العاب ستادير خفيه، انا ما نسحرش صح حمامه، هادي نديها نخبيها ولمانيير كيفاش نخرجها هما اللي يشوفوها. أنا اسمي متلفي عبد الوهاب وأحيي ناس سوناطراك وعائلتي مخيم وادي الزيتون لأطفال مؤسسة سوناطراك ببجاية من أهم المخيمات الصيفية التي تهتم بالطفل، تسيير وتنظيم وتنشيط ورعاية صحية. الفرقة الطبية اللي راهي ساهرة على نجاح هذا المخيم الصيفي، وين نتمناو عودة ميمونة لأهاليهم إن شاء الله بربي تكمل بسهرة ختامية. اللي كان لي بلي فريكون اللي عندنا هنايا جينيرالمون سون ديزونجين، هذا واش كاين. مهمتي وسي تمثل في الكونترول دي سانيتير، كونترول دي كويزين، ميزور ديجيان، لي فيزيت دومبوش. راهو هنا السونتر تقدر تقول كان متوفر على كلش، بريسك لا ميديكاسيون دو باز كامله اكزيست ايسي، ميم حتى اون كا ايرجونس ولا اون كا ميديكاسيون ما تكونش هنايا نهضر مع ليكونومي يوفر لي كلش. فرقة التأطير اللي متكونة من منشطين ومنشطات ومقتصد ومخزن، كذلك نشكر كذلك المقتصد تاعنا السيد مقرن محمد اللي سهر كذلك على واقف ليل نهار على نجاح هذا المخيم ان شاء الله. قناة نوميديا نشكرها على الزيارة. على كل حال سوناطراك خصت ميزانية معتبرة لراحة أطفالنا، وقوموا بعدة نشاطات ثقافية رياضية وبالخصوص رحلات، وحنا نشجعوا السياحة الجزائرية ونطوروها إن شاء الله بفضل هذه البراعم هذا إن شاء الله. طفل كل 14 يوم، ورانا بيان له بور نعسوا على جنب الدراري والماتريال تاع سوناطراك. بريزونت لا سيكوريتي انسوندي كوم اجون ديترمينا في الكون تابعين لا ريجيون اي سي ال تاع بجايه سوناطراك. اون كا دانسوندي، اون كا دو بروبليم الكتريك، حوايج هكذا كي ريبريزونت ان دونجي بور لي زونفون بور لو بيرسونيل. On intervient immédiatement avec un équipement عندنا كل شيء.
الاولياء نتمناو ان شاء الله الاولاد تاعهم راهم يرجعوا في امان، ويدعونا كذلك بدعوه الخير، لانه كل مؤطر هنا راه يتمنى اللي فرحه وين الاولاد نتاعو راهم مبسوطين مناشطين، يدعونا بدعوه الخير على كل حال الاولياء هذو. ونحن كذلك رانا قدمنا الواجب نتاعنا، ادينا الواجب نتاعنا كما يرام، ومازال نخلوا للاجيال القادمه ان شاء الله اللي باش يعطوا انشطه ممتعه زياده على هذا. نتمناو كذلك في الاعوام القادمه بيكون نشاط جديد ترفيهي رياضي وثقافي. أطفال يعيشون في مخيم وادي الزيتون لمؤسسة سوناطراك ببجاية أياما قد تنسيهم في عناء سنة كاملة من تعب الدراسة، وتشحذ هممهم للدخول في موسم دراسي جديد بقوة وعزيمة. لنودع مخيم وادي الزيتون تاركين الأطفال يعيشون لحظات شعارها الموعد إلى العام القادم. من مخيم وادي الزيتون ببجاية، عبد الحميد دواجي لقناة نوميديا تي في.